قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الفرض على المغرب ضرورة تغطية ملعب أدرار الكبير في أكادير قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2030، كما طلب الفيفا من المغرب زيادة السعة الاستيعابية للملعب قبل انطلاق البطولة. ومن المتوقع أن يخضع الملعب لعملية تغطية شاملة بعد كأس إفريقيا 2025، وذلك تلبية لمتطلبات الفيفا التي تفرض تغطية الملاعب المخصصة للمونديال. وفي الوقت الحالي سيتم تأهيل ملعب أدرار في أكادير ليكون جاهزا لاستضافة كأس إفريقيا 2025، وستشمل أعمال تأهيل تحسين مستودعات الملابس، فضاءات استقبال الضيوف، منصة الصحفيين، بالإضافة إلى تجديد العشب في الملعب الرئيسي والملاعب الملحقة.